السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في حلقة جديدة ضمن محتوانا المتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. إخواني أخواتي، حلقة اليوم فيها موضوعين أساسيين. الموضوع الأول يتعلق باستقبال صاحب الجلالة للسيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وتكليفه بملف استقبال المغرب لهذا العرس الكروي العالمي. جدير بالذكر إخواني أخواتي على أن فوزي القجع بإضافة على أنه رئيس الجامعة فهو وزير منتدب لدى وزير المالية، مكلف بالميزانية، ميزانية الدولة. الجميع كل شيء كيعرف على أن الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف الميزانية هو فوزي القجع، والمواقف الرجولية ديالو في التسيير وفي الحنكة ديالو لا على مستوى اتحاد بركان ولا على مستوى الجامعة ولا كذلك على مستوى الاستراتيجية ديال هذا الرجل هذا، الذي أعتبره صراحة رجل دولة لما حققه للمغرب من إنجاز تلو الإنجاز. إنجاز المنتخب المغربي بوصوله للمربع الذهبي من داخل كأس العالم في دورته المنصرمة بقطر، وكذلك تحقيق الفرق المغربية من داخل البطولة الاحترافية العديد من الألقاب القارية والوطنية، وكذلك عضويته من داخل الكونكاكاف ومن داخل الفيفا يعطي إشارة على أن المغرب يتوفر على طاقة بشرية وعلى قامة بشرية من طينة الكبار في شخص السيد فوزي القجع، الذي نتوخى ونتوسم منه الشيء الكثير لعدة اعتبار. أولها لعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته الرياضية مع مختلف الفاعلين الرياضيين من داخل الفيفا، وكذلك لمستواه الأكاديمي العالي المتعلق بالتسيير والمانجمنت والجيستيون. هذه كلها إشارات جعلت من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أن جو يسوده الاعتراف ويسوده التقدير والامتنان للجهود المبذولة من طرف صاحب الجلالة وكذلك من طرف فوزي القجع في الظفر بهذا التنظيم الذي أعطى الجزائر ضربة قوية وصفعة قوية عقب انسحابها من ملف الكاف وتنظيم النسخة المقبلة سنة 2025 بالمغرب. انهزام تلو انهزام رياضي وكذلك انهزام دبلوماسي وانهزام سياسي. الجزائر تتخبط كأنها تتخبط في مسجن. من أجل ماذا؟ من أجل أن المغرب في نماء وفي تطور ويحقق مبتغاه ويوسع قاعدة المعترفين بالحكم الذاتي وبمغربية صحرائه. فإخواني أخواتي، الموضوع الثاني والأهم في هذا المحتوى وهو صلب محتوانا والمتعلق ببوادر رجوع العلاقات المغربية الفرنسية لسابقة عادية. سبق وتطرقنا على أن الملك استقبل وفد من السفراء الأجانب المعتمدين، سفراء فوق العادة داخل التراب الوطني، واستثنى بذلك السفير الفرنسي ليستقبله ليلة البارحة وليعبر من خلال المغرب عن رغبته في تغطي وفي تجاوز النكبات وتجاوز الأزمات. شأنه شأن أحد كبار الجنرالات الفرنسيين الذي حل بمدينة العيون ومدينة الداخلة، وتم القيام بزيارة ميدانية على مستوى الجدار العازل للصحراء المغربية والوقوف على المنشآت وعلى البنى التحتية التي شيدها المغرب في ظل العرش العلوي وفي ظل السيادة الملكي محمد السادس نصره الله. كما تم التوقف على مختلف المحطات من أعيان ومن مجتمع مدني ومن شيوخ القبائل مع شخص رئيس جماعة العيون السيد حمدي ولد الرشيد، الذي بدوره عبر عن رغبته في تجاوز النكبات وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه. إذن إشارات أخرى بعد أن فشلت فرنسا في التجاوب السياسي، هي اليوم ترسل جنرالات على مستوى منطقة النزاع وعلى مستوى مناطق الصحراء الجنوبية مؤكدين بذلك عن رغبتهم في تجاوز النكبات السياسية، وأننا نتبنى موقف واحد وهو التبادلات والعلاقات العريقة المغربية الفرنسية التي ترجع إلى قرون غابرة، وأن رئيس مدته 4 سنوات أو 5 سنوات لن يكون حجر عثرة أمام توطيد العلاقة التي عمرها القرون. وبالتالي إخواني أخواتي، على أن العودة القريبة للسفير المغربي محمد الشعبون لفرنسا باتت وشيكة عقب هذه الخطوات، الخطوة ديال الجيش الفرنسي وكذلك ديال استقبال صاحب الجلالة للسفير الفرنسي لوكورتي في القصر الملكي
إشارة على أن فرنسا ستعترف لا محالة بمغربية الصحراء وستخرج من حياديها ومن المنطقة الرمادية التي أثرت سلبا على هذه العلاقة لمدة سنة أو سنتين. بالتالي إخواني أخواتي، فالمغرب كما جاء في خطاب صاحب الجلالة على أنه يرى العالم من منظار الصحراء، وزيارة هذه الجنرالات والجنرaux فرونسي اللي كتعطينا واحد الاشاره من اجل معرفه المكان ومعرفه فحوى الامور من اهلها، بعيدا عن الاشاعات والتاويل الجزائريه التي تلعب في المياه العكره. الموضوع الثانوي والاخير الذي قال بوم واحد البروباغندا واللي خلق واحد السجال سياسي قوي من داخل قبه البرلمان الفرنسي، وذاك المتعلق باستفحال وانتشار الباق بونيس دو لو في مختلف الإقامات والمرافق العمومية، مترو، فنادق، مساكن، ديبارتمون، الكل يشكو من استفحال هذه الحشرة وخشية انتشارها وتصديرها للدول الأخرى، حيث بانت واحد البرلمانية من داخل البرلمان الفرنسي عن أن الدولة ملزمة باتخاذ تدابير احتياطية وقائية للحد من استفحال هذه الحشرة التي باتت تنتشر كما انتشرت الجردان في باريس، والتي باتت تهدد سلامة وأمن المواطنين الفرنسيين في غياب تام للتدخل العاجل والفوري للحد من هذا الوباء، واصفة بأن الخطوة التي ستكون هي عداء واستفحال هذا البق هذا من داخل مقر وزارة الخارجية حتى أن تتجاوب مع متطلبات الساكنة التي لما عندها ما تدير سوى حرق وإتلاف أثاثها المنزلي، وكذلك التعبير عن سخطها لإزاء حكومة ماكرون، حكومة الفاشلة في تاريخ فرنسا، والحكومة التي أعطت إشارة عن انهيار الجمهورية الخامسة من داخل فرنسا بسياسة ماكرون، السياسة المراهقة، السياسة العبثية، السياسة العاطفية التي لا تعرف في القاموس السياسي والدبلوماسي سوى الخصامة والشنآن. إخواني أخواتي، الموضوع هذا هما ديال الحلقة ديالنا هي استقبال فوزي القجاع من طرف صاحب الجلالة وتكليفه بملف تنظيم كأس العالم، وكذلك الإشكال ديال فرنسا وزيارة الجنرالات الفرنسيين للمنطقة العازلة واستقبالهم من طرف رئيس جماعة العيون ولقائهم مع جل المنتخبين والشيوخ والأعيان الصحراويين في قراءة قبلية قبل أن تعترف فرنسا بأحقية المغرب في ترابه وأحقية الحكم الذاتي كمشروع عقلاني واقعي وذو مصداقية. هذا هي لي فوندمون دو باز ديال هذه الحلقة هذه، والموضوع الثانوي اللي كان حول البق الله يفكنا فيكم منه لما يتركه من آثار ومن أوجاع ومن آلام على مستوى الجلد، كذلك تجاوبا مع لا بوليميك اللي كاينه في البرلمان الفرنسي حول هذه الظاهره. هذه هما النقاط اللي ناقشنا في هذا الموضوع. نتمنى انكم تدعمونا وتشاركوا معنا وتبارطاجيو وتضغطوا على زر لايك حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.